السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم كيكه. كنحتاج واحد 3 البيضات، كنحتاج واحد الكاس ديال الماء يكون سخون، كاس ديال السكر حبيبات، كاس ديال الزيت وكاس حليب دقيق حسب الخليط. كنحتاج كيس ديال الفاني، كنحتاج 3 الاكياس ديال خميره الحلويات 3 الاكياس، وكنحتاج هذا الكيس للتزيين ديال الشوكولا غبره. غادي نبداو دابا على بركه الله. كنحتاجو الكأس دائما في الميكسور. غادي نوضع 3 البيضات، كنوضع 3 البيضات، غادي نوضع معهم كأس السكر، وغادي نوضع معهم هاد الكيس ديال السكر فاني. دابا غادي نبدا نخلط الكل. نضيف هاد الكاس ديال الماء الساخن، غادي نضيفهم بعد ما خلطت المكونات كما كتلاحظوا معايا. نضيف كأس حليب، وغادي نضيف هاد الكأس ديال الزيت. يعني غادي نخلي الخمارات مع الدقيق حتى الاخير. فكما كتلاحظوا فضفت دوك الخميره مع الدقيق. يعني دائما الدقيق حسب الخليط. وضفت 3 الاكياس ديال خميره الحلويات. كنعتذر لانني ما صورتش يعني 3 الاكياس ديال خميره الحلويات ضفتهم. وكنخلي هذا الكيس ديال الكاكاو هو الاخير، ما غاداش نضيفو لهنا، غادي ناخذ جزء فقط من الخليط. فالخليط ديال الكيك كما كتلاحظوا معايا كنحصلوا على هذا القوام. دابا غادي نصب يعني اي مول عندكم. انا هذا الشكل مستطيل هو اللي غادي ناخذ. غادي نصب واحد الكميه من الخمر، نضيف باقي شويه. كيف ما كتلاحظوا معايا خليت واحد شويه هنا. غادي نضيف ليه هذا الكيس ديال الكاكاو، غادي نمزج الخليط جيدا. كتلاحظوا معايا كنحصلوا على هذا اللون. فدابا غادي نبدا ناخذ بالملعقه وغادي نبدا
نصب في وسط هذا القالب. كيف ما غادي تلاحظوا معايا غادي نبقى ناخذ بالملعقه انا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل كل. دابا كناخذوا من بعد ما وضعت هاد كما كتلاحظوا هاد الملعقات ديال الخليط ديال الكاكاو كناخذوا كيغدا بحال هكا وكنبقاو كنمشيو بحال هكا. فقط نديرو تشكيلات كما حنا بغينا. فدابا كما كتلاحظوا معايا من بعد ما زينتها بداك الكاكاو غادي ندخلها دابا الفرن حتى كطيب على يعني الطريقه العاديه ديال الكيك، ومن بعد ان شاء الله شوفها معايا الشكل النهائي ديالها. كما كتلاحظوا فالكيك من بعد ما خرجناه من الفران يعني كنقطعوه على هذا الشكل، يعني كنقطعوه يكون مربعات كيجي على هذا الشكل، يعني كيجي لذيذ بزاف. هذه الكيكه ديال الماء. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال نهار اليوم نال اعجابكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تعملوا جيم تشتركوا في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد. سلامه.